السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل كيكة الحليب الساخن حلوة جدا جدا. معايا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، كوباية ونص سكر، كوباية لبن، نص كوباية زيت، تلت كوباية زبدة، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، وكوبايتين دقيق ورشة فانيليا. بس كده. هعمل ايه؟ اول حاجة هعملها هحط الزبدة واللبن على نار متوسطة لحد ما اللبن يسخن كويس جدا والزبدة تدوب تماما جوه اللبن. اوديهم على النار وارجع احط كل المكونات بتاعتي في الخلاط. احنا اتفقنا قبل كده ان انا لما بحط حاجة في الخلاط لازم اتأكد ان السوائل اتحطت الاول قبل المواد الجافة عشان السلاح بتاع الخلاط يلف. يعني احط البيض والزيت والفانيليا الاول وبعدين احط السكر. تمام. انا كل اللي انا عايزاه ان الخليط لونه يفتح والسكر اتأكد انه داب كويس جدا. مدة الخفق دي هتاخد تقريبا دقيقة مش اكتر من كده. ابدأ بقى اخلط المكونات مع بعض في الخلاط. على ما اللبن يسخن هو والزبدة. اختلطهم كويس جدا. هجيب بقى البولة بتاعتي وابدأ انخل الدقيق والبيكنج باودر مع بعض. بصوا الخليط فاتح ازاي، لونه اتغير تماما. انخل بقى الدقيق والبيكنج باودر واضيف عليهم المواد السائلة اللي انا خلطتها في الخلاط. مفيش اي تكتلات باينة قدامي. بصوا الخليط عامل ازاي. ابدأ بقى بالويسك كده اقلب كويس جدا، ولازم اتأكد ان مفيش دقيق مفيش تكتلات، كل حاجة دابت مع بعض كويس جدا. الخليط هيبقى تقيل لان انا لسه ما ضفتش اللبن والزبدة، فهو سمكه هيبقى تقيل. اقلب كويس جدا واتأكد ان هو خلاص ناعم واملس زي ما انتوا شايفين. بصوا قوامه لما بنزل العجين بيعلم في البولة. هنا كان اللبن خلاص سخن هو والزبدة، نزلتهم بصوا سخنين ازاي. واقلب بالراحة جدا عشان مفيش حاجة تيجي عليا لحد ما الخليط يدوب. واحدة واحدة كده بالراحة، هو هيفك معايا. هنا بعد ما الخليط خلاص تجانس كويس جدا هاخد منه شوية عشان انا عايزة اعمل ماربل كيك، بس مش عايزة اعملها بالشوكولاتة، انا هعملها بلون. انا استخدمت اللون البينك وممكن تستخدمي اي لون انت عايزاه، موف، ازرق، اخضر، شوكولاتة، زي ما انت عايزة. بس للأسف المقطع اللي كنت بخلط فيه الكيك الابيض مع البينك اتحذف، معرفش ازاي ما تصورش، فللأسف مش هيبان وانا بحطه، معلش سامحوني. خلطته هنا اهو كويس جدا وتأكدت ان اللون بقى تمام. انا غمقته شوية عشان يبان في الكيك. بعد ما داب هبدأ بقى اجيب الصينية بتاعتي وادهنها من جوه سمنة او زبدة اي حاجة، واحط الخليط. انا هنا حطيت جزء منه وللأسف المقطع زي ما قلت لكم اتمسح وما بانش بقية اللي انا عملته. دخلتها الفرن على درجة حرارة 180، قعدت تقريبا نص ساعة وطلعت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. اول ما بردت شوية قلبتها وسبتها ترتاح. هنا كانت خلاص دافية شوية، بس انا قطعتها علشان اوريها لكم عاملة ازاي من جوه والماربل عامل ازاي. طعمها كان حلو جدا، كانت هشة وخفيفة وفاتحة، كانت حلوة بصراحة. وادي الكيكة لما خلصت بألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو انا رندا ودي قناتي، وياريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يشوف معانا كل جديد.